Hello everyone، أنا هالة تمام. كلنا عارفين إن امتحان الآيلتس هو عبارة عن امتحان تحديد مستوى، من خلاله بيقيس قدراتك على التواصل من خلال امتحانك في 4 مهارات اللي هما listening, reading, speaking and writing. بس دايما في مهارة بتخوف أكتر الناس اللي بتخوض الامتحان، وهي مهارة السبيكينج لأسباب كتيرة. أول سبب، ممكن الطالب أو التست تيكر ما عندوش تكنيكس كفاية ومعلومات كفاية تخليه يجيب الباند اللي هو عايزها. السبب التاني، ممكن يكون عندي معلومات كفاية، عندي تكنيكس، كلمات، بعرف أربط الجمل بشكل صحيح، لكن ما عنديش الثقة الكفاية، أو ما عشتش جو الامتحان، ما كانش فيه حد ماسك لي التايمر وبيديني فيدباك. عشان كده جو توكي بتقدم الخدمتين دول. الخدمة الأولانية هي عبارة عن تريننج بيتكون من 3 سيشنز، من خلاله تقدر تعرف التكنيكس، ازاي تقدر تحل أو تتكلم بشكل صحيح، تربط الجمل، وتاخد كمان فيدباك. الخدمة التانية دي للناس اللي هم اوريدي عندهم دراية كافية للامتحان، بس عايز يعيش جو الامتحان، ياخد فيدباك، ويكون يعني سيميوليشن حقيقية للامتحان، وتقدر تحجز عدد الامتحانات اللي انت عايزها، وتتكلم في توبكس مختلفة، وتاخد الفيدباك برضو في الآخر. بس كده، ما تنسوش تسألوا على الباكجز وعدد الامتحانات اللي انتم محتاجينها عشان تمتحنوا امتحان الايلتس، اللي هو بنركز على مهارة واحدة بس، اللي هي ايه؟ speaking. بس كده، شكرا، سلام.